تخيل معايا كده يا عزيزي، لو السوشيال ميديا اتقفلت سنة كاملة، ايه اللي هيحصل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عمر حرب وده فيديو جديد. أول أسبوع هنفتح التليفون كل 3 ثواني ونقف قدامه كده. هو احنا كنا فاتحين التليفون ليه؟ هتبقى عامل زي اللي داخل المطبخ وهو ناسي هو داخل ليه أصلا ولا داخل يجيب ايه. ومع مرور الشهر الأول هتبدأ تكتشف إن في ناس عايشة معاك في البيت انت مكنتش تعرف عنهم حاجة. انت مجرد قاعد معاهم في البيت بس، حاجزينلك أوضة وانت قاعد فيها، ما تعرفش هم راحوا فين، جايين منين، بيعملوا ايه، عايشين ليه. انت ما تعرفش حاجة عنهم اصلا. وبالنسبة لحياة الناس، في ناس هتدخل في اكتئاب، وناس تانية هتكتشف انها كانت عايشة في وهم كبير اساسا. كانت عايشة من ورا شاشة التليفون، ما كانت عايشة في الواقع. ما كانتش عايشة في الواقع، ما كانتش بتتعامل مع الناس عادي، كانت بتتعامل من خلال التليفون او السوشيال ميديا. فبعد مرور او بعد ما السوشيال ميديا تتقفل، اكتشف ان هو مش عارف يتعامل مع الناس، مش عارف يتكلم مع الناس، مش عارف يعمل حاجة من غير السوشيال ميديا. بالنسبة للأكل، هنرجع ناكله وهو سخن زي الأول، مش هنقعد نستنى الأول لما نصوره من الأربع زوايا ونرفع ستوري ونكتب مزاج عالي، وهو هتلاقيه جايب كيس شيبسي أساسا. فالواحد أصلا اتخانق من الحوار ده والله العظيم. وبالنسبة للصحبة، قعدة الصحاب هتبقى غريبة. لو انتوا قاعدين مفيش حد بيتكلم على التاني، مفيش حد بيقول لك بص فلان رفع ايه، بص فلان بيقول ايه، طب استنى اما ارد على نوتيفيكيشن جات لي. انت هتحس بغرابة. بس يمكن بعد السنة دي نرجع بني ادمين زي الاول، نبقى حقيقيين ومش مصطنعين زي دلوقتي. بس اكتر حاجة هتريحنا انا شخصيا لو السوشيال ميديا اتقفلت، ان مش هيبقى في حاجة اسمها ترندات، عشان ده بقى مصطلح تافه أو احنا اللي خليناه مصطلح تافه. بقى اي حد بيعمل اي حاجة عبط هبل هلس بقى بيطلع ترند. وانت قول لي، متنساش تقول لي لو السوشيال ميديا اتقفلت انت هتعمل ايه كده، وتروح تنتحر طبعا، لان انت كنت حاطط حياتك كلها حادفها في السوشيال ميديا كده، حاططها في باكج كده وحاططها في السوشيال ميديا. انت مش عايشها، هي السوشيال ميديا هي اللي معيشها لك. نهاية الفيديو قلب اخوك. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، وتقول لي رأيك في الكومنتات. مع السلامة.